فيلمنا النهارده بيدور حوالين صراع بين البشر وكائنات الغيلان، واللي بيحصل بينهم معركة كبيرة جدا من أجل الصراع للبقاء على قيد الحياة. وبنعرف إن الغيلان دول هربوا من العالم بتاعهم بعد ما اتدمر، وكانوا بيحاولوا إن هم يلاقوا وطن جديد، وده اللي بيدخلهم معركة كبيرة مع البشر، واللي ما كانوش مستعدين إن هم يستسلموا بسهولة. وعلشان تعرف مين اللي هينتصر في الآخر، ده اللي هنعرفه في فيلمنا النهارده. فيا ريت لو عجبك ملخص الفيلم ما تنساش إنك تحط لايك، ولو كنت لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تشترك فيها علشان تتابع معايا أقوى ملخصات الأفلام. ويلا كلنا نذكر الله ونصلي على النبي ونبدأ الفيلم. بيبدأ فيلمنا مع دورو، وده كان زعيم قبيلة الغيلان، وكان بيتكلم مع مراته اللي كانت حامل، وبيقول لها إن هو خايف عليها من الرحلة اللي هيقوموا بها بكرة. وبنفهم من كلامه إن عالم الغيلان كله اتدمر، وإنهم لازم يتنقلوا من المكان ده ويروحوا لعالم البشر. وتاني يوم بتبدأ رحلتهم، وبتتحرك كل قبائل الغيلان، وبيبقوا ماشيين في مسيرات جماعية ومتوجهين للبوابة اللي هيدخلوا منها. وبيكون موجود معاهم ساحر اسمه جولتان، والساحر ده كان بيقدر يستخدم السحر الأسود علشان يقدر يعدي مجموعة معينة من البوابة. والمجموعة دي كان اسمها مجموعة النخبة، واللي كانت مرات دورو واحدة منهم. وفي وقت ما كانت مرات دورو بتتحرك بتولد ابنها، لكن الطفل بيكون شبه ميت. لكن الساحر جولتان بيقدر انه ياخد روح غزالة وبينقلها في جسم الطفل ده وبيخليه يعيش، وبكده الطفل ده بيكون اول طفل اتولد على ارض البشر. وبعدها بيقدر الساحر انه يعدي مجموعة النخبة، وبيتم تكليفهم انهم يبنوا بوابة ضخمة علشان يقدر باقي جيش الغيلان انهم يعدوا منها ويستولوا على عالم البشر. وبعدها بنروح لعالم البشر وبنشوف القائد لوثر اللي كان بيعاني الأسلحة الجديدة اللي اخترعها القزم المخترع. وفجأة بتجيله رسالة بيعرف منها إن حصل هجوم على المملكة وإنه لازم يرجع بأسرع وقت. وفعلا لوثر بيرجع لمملكته بسرعة، لكنه بيتصدم لما بيلاقي جنود كتير من رجالته مقتولة، وبيلاقي باقي الجنود اللي عايشين قبضوا على ساحر اسمه جار، وده بيكون على دراعه علامة، ومن العلامة دي لوثر بيفهم إن هو بينتمي لمدينة الصحراء. ولما لوثر بيقرب عليه وبيكون عايز يقتله، جار بيعرفه إنه مش هو اللي قتل الجنود بتوعه، وبيطلب منه إن هو يخليه يشوف الجثث الأول، ومن سحره هيقدر يعرفه مين اللي قتلهم. ولما لوثر بيخليه يشوف الجثث، جار بيعرفه إن هم اتقتلوا بسحر الفيل الأخضر، وإن مفيش أي حل قدامه دلوقتي غير إن هو يستدعي الساحر مداف بسرعة. وبيعرفه إن سحر الفيل الأخضر ده من السحر الأسود، وإن لو ما قدرش يقضي عليه المملكة بتاعته هتتدمر بالكامل. وما كانش قدام لوثر غير إن هو يثق في كلام جار ويروح للساحر مداف علشان ينقذ مملكته من الدمار. وبعدها بياخد جار وبيركبوا الطائر العملاق وبيروحوا للمدينة اللي الساحر موجود فيها. ولما بيوصلوا لوثر بيروح يدور على الساحر مداف، وجار بيقدر يشوف شبح على هيئة دخان اسود بيستخبى جوه كتاب. ولما بياخد الكتاب الساحر مداف بيظهر له، وبيقدر بسحره ان هو يثبت جار ويشل حركته، وبيسأله على السبب اللي جابه لحد هنا. وجار بيبدأ يحكي له على كل اللي حصل، وبيعرفه ان سحر الفيل الاخضر ظهر في المملكة، وان جه هو ولوثر هنا علشان محتاجين مساعدته. وفعلا مداف بيقرر ان هو يساعدهم، وبيروح معاهم للقصر اللي موجود في المملكة، وبيبدأ ان هو يفهمهم انهم في كارثة كبيرة فعلا، وده لان سحر الفيل الاخضر هو السحر المظلم اللي بيتغذى على الارواح الحية، وانهم للاسف لو ما قدروش يقضوا عليه المملكة كلها هتتدمر بالكامل. ومداف بيطلب منهم يجيبوا له واحد من الاعداء يكون حي علشان يحاول يعرف منه اي معلومات عن الغيلان. وبعدها بنشوف لوثر وجار ومداف وبيكون معاهم مجموعة كبيرة من الجنود، وبيروحوا على الغابة وبيشوفوا هم في طريقهم آثار من سحر الفيل. وفجأة بتظهر لهم مجموعة من الغيلان وبتهجم عليهم، لكن مداف بيبدأ ان هو يقرأ تعويذة وبيقدر بيها ان هو يقتل شوية من الغيلان اللي جسمهم في سحر الفيل. لكن بنلاقي افراد كتير من الجنود بتموت، ولوثر بيقدر ان هو ياخد 2 من الغيلان وبيحطهم في القفص، وبيبدأ ان هو يسألهم على السبب اللي خلاهم يهجموا على المملكة. وكان مستغرب لما بيلاقي ان في واحدة موجودة في القفص اسمها جرونا فاهمة كل كلامه وبترد عليه كمان باللغة بتاعته. وبعدها بياخدهم وبيرجع بيهم للقصر، وجرونا بتتفاجئ لما بتشوف قصر الملك، وكانت مستغربة من التطور اللي عايشين في البشر، وبتقول لهم ان هي اتعلمت لغتهم من البشر اللي كانت القبيلة بتاعتها بتخطفهم. وبتبدأ ان هي تجاوب على كل الاسئلة اللي لوثر سألها لها، وبتعرفوا ان هي وعشيرتها جايين علشان يحتلوا ارضهم، وده بسبب ان العالم بتاعهم كله اتدمر بالكامل. وبتعرفوا كمان ان هما بيقتلوا البشر علشان ده هيساعدهم ان هما يفتحوا البوابة، واللي من خلالها كل جيوش الغيلان هتتمكن من الدخول لعالم البشر. وفي الوقت ده لوثر بيعرض عليها ان هي تنضم للمملكة بتاعته، وفي مقابل ده هيعاملها كويس، وكمان هيكون لها مكانة خاصة في القصر. وبعدها بنرجع تاني لعالم الغيلان، وبنشوف الساحر جولتان وهو بيعذب الجنود اللي تراجعوا عن مواجهة لوثر، لكن دوره ما كانش عاجبه اللي بيعمله جولتان. وبيعرفوا كمان ان هو السبب في الهزيمة اللي حصلت لهم، وده لان الساحر مداف استخدم نفس السحر اللي استخدمه بالظبط، وده كان طبيعي جدا ان هم يتهزموا ويحصل فيهم كل ده. بعدها مداف بيروح لزنزانة جيرونا وبيسألها ازاي الساحر جولتان قدر يوصل للبوابة اللي بتوصلهم للبشر، لكن جيرونا ما كانش عندها اي اجابة على السؤال ده. وبعد شوية بتيجي مرات الملك اللي كان اسمها تيريا،
وبتكون جايبه لجيرونا اكل وهدوم، وبتحاول ان هي تطمنها وبتعرفها ان مفيش حد جوه القصر هيأذيها، وبتعرفها كمان ان البشر دول كائنات مسالمه ومش مفترسه زي ما هم فاكرين. وجيرونا كانت مستغربه بالمعامله الكويسه اللي ديريا كانت بتعاملها بيها، وبتبدا ان هي تفكر في كلامها يمكن فعلا يكون صح. وفي الوقت ده بنشوف جار هو بيقرأ الكتاب اللي اخده من المكتبه، وبيكتشف اسرار كتير عن البوابه السحريه، وبيقدر انه يعرف ليه الغيلان عايزين يهجموا على البشر. وبعدها بنشوف دورو اللي بيكون قاعد يتفرج على الطبيعه الجميله اللي في عالم البشر، ويشوف الساحر جولتان وهو بيمارس طقوس السحر، وبيلاقي الشجر والزرع بيموتوا والارض كلها بتتحول لصحراء. وطبعا دورو بيتضايق جدا وبيعرف ان جولتان نفسه بقى خطر عليهم ولازم يحاربوه، لكنه ما كانش هيقدر يحاربه لان جولتان عنده قوه خارقه بسبب سحره الاسود، وانهم كده هيحتاجوا مساعده البشر علشان يقضوا عليه. بعدها لوثر بياخد جيرونا اللي بتدلهم على مكان الغيلان، ولما بيروح هو ومجموعه للمعسكر بتاعهم بيلاقوهم بيبنوا بوابه ضخمه جدا وكانوا على وشك ان هم يخلصوها. وفي الوقت ده دورو بيكون بيراقبهم، وفجاه بيهجم عليهم وبيقول له جيرونا ان هو عايز يقابل لوثر علشان يساعده في ان ينهي الحرب اللي ما بينهم. بعدها بنرجع تاني لقصر المملكه وبنشوف كل الملوك هم متجمعين علشان يناقشوا الخطه اللي هينفذوها علشان يقضوا على الغيلان، لكن لوثر بيسيبهم وبيروح يطمن على ابنه لانه كان اتصف في المعركه. وبعد شويه بيرجع لقصر الملك بعد ما بيكون خلص الاجتماع، وبنشوف تيريا مرات الملك وهي بتدي لجيرونا خنجر علشان يفضل معاها وتحمي نفسها من اي خطر يحصل لها لما تروح معاهم علشان يواجهوا الغيلان. وبعدها بنشوف ميداف وهو واقف مع جار وكان بيشرح له اللي قرأه من الكتاب، وبيعرفوا انهم قدام هجوم ملايين من الغيلان وان كده ممكن المملكه كلهم بتاعتهم تتدمر. لكن ميداف بيتعصب من جار وبيعرفوا ان مهمته هي حمايه الملك بس، وبيطلب منه ان هو ما يتدخلش في الموضوع ده تاني وبيولع في كل الورق اللي موجود. وبعدها جار بيروح للوثر وبيحكي له على كل اللي حصل، وبيعرفوا ان ميداف ولع في كل الورق اللي هيساعدهم لقفل بوابه الغيلان، وبيقول له كمان ان هو قرأ في الكتاب ان البوابه دي اتبنت بمساعده كائن بشري وانه كمان ساعدهم لدخول عالم البشر. وهنا لوثر بيبدا ان هو يشك في ميداف. وتاني يوم بنشوف دورو هو وعشيرته وهو بيقابل الملك، وبيكون معاه لوثر وجيرونا وبيقول لهم ان عالم الغيلان كله اتدمر بالكامل، وده السبب اللي خلاهم يسيبوا مكانهم ويدخلوا عالم البشر، بس بيأكد لهم ان هم عايزين يعيشوا معاهم في سلام. وبيقول له كمان ان هم عايزين يتخلصوا من سحر الفيل الاخضر اللي جولتان بيستخدمه في اغراضه الشخصيه. وفجاه بيهجم عليهم اعداد كبيره من الغيلان اللي بيكونوا تبع جولتان، وبتبدا معركه كبيره بينهم، وبيقدر ميداف يعمل بسحره حاجز صاعق يحمي بيه الملك وكل اللي معاه. ولما لوثر بيشوف ابنه بيحارب في الجنب التاني مع الغيلان بيترجى ميداف انه يفتح الحاجز لابنه، لكن ميداف مش بيرضى، وللاسف لوثر بيشوف ابنه وهو بيموت قدام عينه وما بيقدرش انه يساعده او يعمل له اي حاجه. وبعدها ميداف بيغمى عليه من قوه استخدامه للسحر وبياخدوه بسرعه على القصر، ولما بيفوق جار بيشوف في عينه سحر الفيل الاخضر، وعلى طول بيروح على مدرسه السحر علشان يشوف طريقه لفك لعنه السحر ده. وبنرجع للغيلان تاني وبنشوف جولتان وهو غضبان من دوره عشان خانه كان عايز يتحالف مع البشر ضده، وبيبعت هاند المساعد بتاعه علشان يقبض على دوره ويقتله، لكن قبل ما بيقتله دوره بيستسلم وبيقول له ان هو هينضم ليهم في مقابل ان هو يسيبه هو ومراته وابنه عايشين. وفجأة بتهجم عليهم الغيلان وبتقتل فيهم وبتولع في كل الخيام بتاعتهم، ومرات دوره بتقدر ان هي تاخد ابنها بسرعة وبتهرب بيه من المكان. وفي نفس الوقت ده بيكون جار لسه موجود في مدرسة السحر وبيبلغ كل أساتذته باللي حصل للساحر ميداف، وبيكونوا كلهم واقفين قدام المكعب المقدس، وده كان مكعب سحري بيدور في مكانه بسرعة كبيرة جدا، وبيعرفوا جار ان هم مش هيقدروا يساعدوا ميداف وان المفروض انت اللي تساعده بنفسك ولازم انك تدخل المكعب المقدس. وفجأة المكعب بيقف عند الدوران وبيتفتح منه بوابة، وجار بيستجمع كل قوته وبيدخل جوه المكعب ده، ولما بيوصل لنقطة معينة بيظهر له جواه الشبح الاسود اللي ظهر له قبل كده في الكتاب. وفي الوقت ده الشبح بيعرف جار ان ميداف خانه واتحد مع الغيلان وانه استخدم سحر الفيل الاخضر علشان يدخلوا عالم البشر، وبيعرفوا ان مفيش حد هيقدر يقف قدام ميداف ويساعد البشر غير جار واصحابه اللي معاه. وبعدها بنشوف ميداف وهو في القصر وبيكون فقد كل قوته ومش قادر ان هو يتحرك، والمساعد بتاعه بياخده المكان شبه بحيرة سحرية وبيتحول السحر اللي في المكان كله لسحر الفيل الاخضر. وهنا بنعرف ان السحر الاخضر سيطر عليه بالكامل، وميداف بيعترف فعلا ان هو اللي ساعد الغيلان علشان يعبروا البوابة، وبنشوفه وهو بيسحب روح المساعد بتاعه وبيقتله. وفي نفس الوقت ده الملك بيكون عامل اجتماع مع لوثر وباقي القادة وبيتناقشوا في الخطة اللي المفروض يقضوا بها على الغيلان وكمان يحموا بها المملكة، ولوثر بيقترح حلهم انهم يبعتوا كل الجنود ويدمروا البوابة. وفجأة ميداف بيدخل الاجتماع بعد ما قدر ان هو يسترد كل صحته، وبيعرف الملك ان هو هيساعدهم في القضاء على الغيلان عن طريق اتحادهم مع دوره وعشيرته. لكن لوثر بيكون شاكك في ميداف وكان حاسس ان هو بينصب لهم فخ مع الغيلان وبيمسك فيه وبيكون عايز يضربه، وطبعا الملك بيتضايق من اللي حصل وبيأمر الحراس انهم ياخدوا لوثر ويحطوه في السجن وما يخرجوهوش منه تاني غير لما يهدى.
وبعدها بيعدي الوقت وبيكون لسه لوسر في السجن، وجيرونا بتروح له علشان تتكلم معاه، ولوسر بيطلب منها ان هي ما تثقش في ميداف ابدا لان هو السبب في كل اللي بيحصل لهم ده. وبعدها بنشوف الملك وهو بيودع مراته واولاده وبيروح مع باقي الجنود للغيلان، وميداف بيفضل في القصر علشان يكمل سيطرته على المملكه. وبعد فتره جار بيوصل وبيروح للوسر في السجن وبيقول له على كل اللي عرفه عن ميداف، وبيأكد له ان هو السبب في دخول الغيلان لمملكتهم، وانه بيستخدم سحر الفيل الاخضر ضدهم، ولازم انهم يشوفوا اي طريقه علشان يخلصوا منه. وبنرجع تاني لعالم الغيلان وبنلاقي دورو بيجمع اللي اتبقى من عشيرته وبيتصارع مع جولتان، وجولتان بيحاول انه يسحب روح دورو ويقضي عليه، لكنه بيحس بالتعويذه اللي بيقرأها ميداف لفتح البوابه، ولما بيتأكد ان البوابه اتفتحت بيبقى عايز يجري ويسيب المعركه، لكن الهروب من المعركه بيكون ممنوع عند الغيلان، فبيضطر يسحب روح دورو بالكامل عشان ينتصر عليه. لكن باقي الغيلان بتشوف ان جولتان مخادع وانه انتهك قوانين الحرب، وجولتان بيكون متضايق منهم وبيبدأ انه يسحب ارواح المعارضين بشكل عشوائي، والباقيين بيخافوا وبيرجعوا. وبعدها الملك بيوصل وبيشوف كل اللي بيحصل وبيتفاجئ ان هو وجنوده بقوا لوحدهم بعد ما كل عشيرة دورو اتقضى عليها، وفجأة بيهجموا عليهم اعداد مهولة من الغيلان، وبتبدأ حرب كبيرة جدا بين الغيلان وبين البشر. بعدها بنشوف ميداف اللي شكله اتحول لكائن مرعب بسبب كتر التعويذ اللي هو بيعملها، وبيبدأ ان هو يحارب لوسر وجار بتمثال ضخم جدا، وجار بيحاول ان هو يقضي عليه لكنه بيفشل. وفي الوقت ده بتكون في معركة دايرة كبيرة جدا بين البشر وبين الغيلان، وبيقدر جولتان ان هو يفتح بوابة المرور بقوة سحره وتعويذ ميداف، وبتبدأ الغيلان كلها ان هي تدخل من البوابة للمملكة، ولوسر والجار مش بيكونوا قادرين يقضوا على ميداف، لكنهم بتجيلهم فكرة وهي انهم يحركوا التمثال بالسحر ويخلوه يقع على ميداف ويقضوا عليه، وبيقدر ميداف بالتعويذة بتاعته انه يقفل البوابة. وطبعا جولتان بيكون متضايق جدا لان كده خطته في الاستيلاء على مملكة البشر فشلت، وبيقدر جار ان هو يسيطر على سحر الفيل الاخضر، بيقرر انه يستخدمه في صالح مملكة البشر، وبيروح لميداف وبيسحب منه السحر الاخضر اللي مسيطر عليه وبيرجعه تاني لطبيعته. ولوسر بيجري على الملك علشان يحارب معاه في المعركة، ولما ميداف بيرجع لطبيعته بيحاول انه يستخدم اللي اتبقى من سحره في فتح البوابة علشان يساعد البشر في الهروب من الغيلان. وبنشوف الجنود هم بيحموا البوابة بعد ما اتأكدوا ان كل البشر دخلوا فيها، لكنهم في نفس الوقت بيكونوا متحصرين بأعداد مهولة من الغيلان ومش بيقدروا انهم يعبروا البوابة. وفجأة البوابة بتتقفل وبنعرف ان ميداف مات، وبيبقى خلاص الملك مصيره ان هو يموت في ارض الغيلان هو وباقي الجنود، والملك بيطلب من جيرونا ان هي تقتله علشان يبقى لها مكانة كبيرة في وسط شعبها، لان دي عاداتهم وتقاليدهم، وبكده هتقدر تتحكم في الغيلان وتسيطر عليهم وتمنع اذيتهم للبشر. وطبعا جيرونا بتكون مصدومة من طلب الملك، لكن مش بيكون قدامها غير ان هي تنفذ الطلب ده، وفعلا بتقتل الملك، وبيكون الساحر جولتان فرحان بيها هو وباقي الغيلان، وبكده جيرونا بقت بطلة وبقى لها مكانة كبيرة جدا في عشيرتها. وبعدها لوسر بيوصل لأرض الغيلان وبيتفاجئ إن الملك مات، وبيفضل يدافع عن جثته، وبنلاقيه بيدخل في تحدي مع هاند مساعد جولتان، رغم إن حجم هاند كان ضخم جدا لوسر بيقدر إنه يخلص عليه وبيقتله، وبكده لوسر بيكون قدر يكسب المعركة وبيمشي من أرض الغيلان وهو بطل. ولما جولتان بيحاول إنه يخلي الغيلان تقتل لوسر، الغيلان كلها بترفض لأن لوسر كسب المعركة، والقوانين عندهم كده تديله الحق ان هو يمشي بسلام من غير ما اي حد يأذيه. وبعدها لوسر بيركب الطائر العملاق وبياخد معاه جثة الملك وبيوصل بيها لمملكة البشر، وبيتعمل مراسم دفن جثمان الملك في وسط كل الحضور، وبكده بتكون خلصت معركة البشر مع الغيلان وبيخلص الفيلم على كده. يا ريت بقى لو كنت مكمل معايا لحد الوقت ده فما تنساش انك تحط لايك، ولو كنت لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تشترك فيها علشان تتابع معايا اقوى ملخصات الافلام. وتحياتي لكل اخ واخت متابعيني، يلا سلام.